رئيس كولومبيا جوستافو بيترو نزل الشارع في نيويورك واعلن انه هيفتح باب التطوع لاي حد عايز يحارب عشان يحرر فلسطين، وقال انه مستعد يشارك بنفسه في الحرب دي. خلينا اشرح لك الكلام على ايه. قدام الامم المتحده بيترو ما اكتفاش بالكلام الدبلوماسي، وراح نازل الشارع ووقف وسط مظاهرات مؤيده لفلسطين، وقال لازم يبقى في جيش عالمي اكبر من امريكا عشان يحرر فلسطين. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar más discursos? No es posible. Es el momento de la acción. Y yo aquí me retiro y hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina. ووصل انه نادى الجنود الامريكان بنفسهم انهم ما يسمعوش كلام ترامب وما يوجهوش سلاحهم ضد الانسانيه على حد تعبير. طبعا الرد من امريكا جه سريع ومباشر. الخارجيه الامريكيه اعلنت انها هتسحب الفيزا بتاعته بسبب تصرفاته المتهوره وتحريض الجنود على عصيان الاوامر، بس بيترو رد عليهم رد قوي. بعد ما ساب امريكا ورجع كولومبيا قال انا مش فارق معايا، انا اصلا مواطن اوروبي ومعايا جنسيه ايطاليه ومش محتاج التاشيره بتاعتكم في حاجه. والسؤال بقى، تفتكر الموقف ده هيكون بدايه حشد عالمي لتحرير فلسطين؟